في إطار لقاءات الشباب التي تحتضنها مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية، نظم المركز الوطني للإعلام والتوثيق للشباب لقاء مع الفنان الشاب قادر حول مساره الشخصي والفني، وقام بتنشيط هذا اللقاء الفاعل الجمعوي مولاي علي المغاري. واستهل هذا اللقاء بالتعريف بالفنان الشاب قادر وبمساره الفني. 85 كانوا لي بروميير فيستيفال ديال الراي في فرنسا، فيستيفال دو بوغيني دو لا فيلات. كان اول مره يدخل الراي، ولكن الراي دخل في ديك ليبوك هذيك دخل بواحد الطريقه تراديسيونيل. دونك هذا الراي كيلعبوه بالسانتيزور بالدربوكا بواحد الطريقه بحال نقول الشعبي ديالنا ديال اليوم، اكسيسيبل كاع الناس. قلت انا علاش ما كان عندي واحد الديبي دو في في فرنسا ما كنتش فاهمها، ملي كنت نخرج مع لي زامي ديالي مثال كنمشي للديسكوتيك، بغيت انا نزهر مع صحابي وداك الشيء اون جينيرال لي فرونسي يدخلوا العرب ما يدخلوش. قلت انا علاش هادشي هذا؟ دونك لي كيستيون بقاو غابيدمون يخدموا لي في دماغي بحال هكا. قلت انا خصنا ضروري نخدموا شي موسيقى تكون اكسيسيبل لكاع الناس اللي فهموها بواحد الطريقه اللي ما تكونش غريبه عليهم. دونك خصنا نديروا فيها واحد لي زارونجمون مودرن. الحمد لله درنا واحد الالبوم هو الديبي دو كارير ديالي غير راي في 85 اللي في الاول ما فهموش الناس، ما نكذبش عليكم جاني شويه غريب، ولكن فهموا الطريقه اللي بغيت نمشي فيها من بعد ولا داكشي مودرن. خرج واحد الالبوم 87 المودرن هو ديال سيدي الهواري ديال سيد المدراعي اللي كي ريفوليسيونير واحد الدرجه اللي كان غريب في الاول ولا شنو نقول لك ولا. كما أكد الشاب قادر أنه ينحدر من أصول مغربية 100%، ليس كما يعتقد البعض أنه ذو أصول جزائرية. ما تاخش فيا ضحك معايا واحد الضحكه، وتلاقينا مع داك السيد واحد عامين 3 سنين موراها من وصلنا الحمد لله، وخرجوا لي زالبوم في الجابون، خرجوا في الميريكان، خرجوا بارتو، وجبدنا هذاك ستيفو اللي كان دار معايا واحد 3 سنين قبل. قال لي قلت له عقلت المره قلت لك اللي سي فري تي افي ريزون. دونك الواحد خصو يكون امبيسيون. الحمد لله خدمنا واحد الخدمه اللي شرفت بلادنا من بكري ماشي من اليوم، حنا ما تسنيناش والحمد لله. كما حضر هذا اللقاء بعض أصدقاء الشاب قادر، ومنهم الفنان المغربي هشام الوالي الذي أدلى بشهادة صريحة حول الفنان الشاب قادر. هذه الخطورة لأنها يبقى بوحدو حتى اليوم. واش الشاب قادر محتاج يدور يمشي للقناة ويدور معاهم باش يدوز في السهرة؟ واش محتاج يدور باش يدوز في الراديو؟ واش محتاج يعيط للصحفي باش يدير ليه مقال؟ واش محتاج راه حنا اللي خصنا نقلبوا عليه، حيت هو شرف. حيت في واحد الوقيته اللي فاش كان في فرنسا كان كيقولوا له ماروكان، فاش كان عويطه ناول الموتور. المغرب ما كانش كتعرف عويطه ناول الموتور كيلو بعض الاسماء منهم الشاب قادر. ما كاينش شي صواغي في فرنسا ما تلقاش فيها الشاب قادر. لذلك تاريخيا الشاب قادر خرج لهم من الطرف. كان في فرنسا شركات ضخمه مع الشاب قادر ومامي والزهوانيه والصحراوي، لدرجه انه هو بطبيعه الحال بوحدو كيتحارب. ما كانتش مورا واحد الاله اعلاميه، كانوا كينسبوا له انه جزائري. وبزاف ديال المغاربه والجزائريين والتوانسه باقي لحد الان، وانا منهم. انا تلاقينا واحد 3 سنين تلاقينا ويهضر معايا صافا بخير كلشي. قلت له انت بخير صافا؟ كنشوف السيد قال لي راني متبعك. قلت له انت راه متبعك. قلت ليه عندي واحد السؤال. قال لي عرفتك اش تقول؟ قلت له واش انت جزائري؟ قال لي لا انا مغربي. تصدمت انا من لي فان ديالو. انا كان فاش كنت دوزت كونكور المسرح درت واحد المحل كاسيت، وكان من لي كاسيت اللي كيتمشاو عندي بزاف هما ديال، وكنت كنقول للناس راه جزائري. شتي على غباء كنت فيه. دونك نعم راني حنان لاسيستونت دو الشاب قادر. دونك اللي نقدر نقول على الشاب قادر في لا كارير ديالو في الكوتي بروفيسيونيل، بعدا شي واحد اللي كنقولها له ديما، تنقولو tu es né pour être un artiste pas plus. يعني فاش يكون سور سين تيكون واحد اخر، ان اوتر شاب قادر اللي فريمون تيكون اليوم واحد السبع فوق في لا سين. في واحد الكوتي بيرسونيل ديالو شي واحد اللي كيبغي بلادو بزاف، يعني في الطريقه اللي كيهضر بها على بلادو. يعني فاش كيشوف غير شي حاجه اللي نيجاتيف شويه، يعني كتحس به كيضرب من قلبه. يعني شي واحد اللي فريمون باغي بلادو تافونسي لقدام مزيان. وكان الشاب قادر على موعد مع أسئلة الحضور لطرح تساؤلات
حول حياته المهنية ومساره الفني. انا 10 قدر 10 شهور عارف واش كيسوى بزاف، خاص الناس يعرفوا على شي حوايج خاصهم نقولهم دابا. قادر واش باقي كتلقى مشكل في ليصا ديال ريبيتيسيون بمقارنه ديال دور الشباب هي الاولى، واش كانوا شي ناس كانوا كيحاربوك باش ما تكملش في المسيره الفنيه ديالك؟ واش كتفكر في الاعتزال؟ نار قد في قلبي ريشي لسان على الوادين، قولوا لي علاش زيد فعلا هادي سيد الهواري يا سيدي البشير داوم حالي انا زهري وين سيد الهواري يا سيدي البشير داوم حالي انا زهري وين. والحمد لله هاد النهار هذا كان عندي اش غادي نقول لك كبير. تلاقيت مع لي فان ديالي فوالا، وكان داك الشيء تري فاميليال، كنا قراب بزاف. والحمد لله كان السؤالات اللي كانوا هما هذه 15 سنه فين كان قادر. دونك جي بي ميكسبليكي مع الجمهور مع لي فان ديالي وداك الشيء داز الحمد لله زوين. وشرف لي حضرت اليوم مع الجمعيه هذه، والحمد لله سيتي ان بون مومون عندي انايا. واول مره كنتلاقى مع جمهور هكا اون ديريكت، صديق جلسه وحده تري فاميليال تري بروش، وشرف ليا فريمون. انا ما عليا الا نشكر الناس اللي فكروا في هذا غنسميه هو الاعتراف، لانه جا في وقته. العوده ديال الشاب قادر من بعد سنين ديال الغياب اونفان كيتواصل مع الشباب، واونفان كيجاوب على التساؤلات والتساؤلات الكبيره والكثيره. كان لقاء حميمي، حيت هو هكا، هو الا بغاك ولا ما بغاكش ما بغاكش. كان طبيعي، كان صريح في الاجوبه ديالو، لانه هو من الناس اللي ما عنده ما يخبي. كنتمناو انه يكثروا في هذه اللقاءات، لانهم كيقربوك اكثر من لارتيست، وكتهرس داك لغه الخشب. ولا لاحظتي التفاعل ديال القاعه، لان وقيله دازت ساعه ونص والناس ما سخاوش بلانتير بداك اللقاء. الشاب قادر اكيد كيوعد بالكثير، والعوده ديالو غتكون قويه، والكلمه ديالو غيقولها في الاخير. ودائما كما كنقولوا البقاء الاقوى. اكيد انه جا من المنبع، عنده تاريخ، عنده موسيقى، عنده كلمات جميله، عنده حضور، عنده كاريزما. وما كيتجتمعوا هاد الحوايج الا يعطونا فنان حقيقي، والفنان الحقيقي هو اللي كيبقى في الاخر.